استنفار امني في محيط نادي الزمالك، والسبب ان الامن رافض المؤتمر اللي عايز يعمله مرتضى منصور. مرتضى منصور زي ما احنا شفنا في تصريحاته بعد خروجه من الحبس لمدة شهر، قال ان هو هيعمل مؤتمر صحفي ودعا الصحفيين عشان يوضح بعض الحقائق. طبعا احنا عارفين القصه ماشيه ازاي، والامن عمل استنفار امني ومانع القصه دي، لان طبعا احنا عارفين مرتضى منصور اتزالت عضويته من رئاسه نادي الزمالك بسبب طبعا الحبس اللي احنا شفناه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في قناه وليد حلمي الاهلاوي. فضلا وليس امرا، اللي ما اشتركش في قناه وليد حلمي الاهلاوي اشترك وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. طبعا بعد خروج المستشار مرتضى منصور من محبسه، وطبعا شفنا تصريحات، لسه ما طلعش بيته وبرضه غلط في الخطيب تاني وقال عليه حاجات ما ينفعش ان هي طبعا تتقال. يا راجل ده انت لسه خارج ما بقالكش ساعات وداخل برضه على معركه ونفس المعارك هي وبالتالي برضه هيجي لك احكام هي لان القضاء المصري قضاء نزيه، وانت في تصريحاتك خبطت طبعا في الدنيا كلها كالعاده، منهم طبعا القضاء، وقلت ان انت هتعاقب على جميع الاحكام لان الاحكام دي خلاص بقت مؤكده، فبالتالي انت كده ما فيش تاثير على القاضي فهتتكلم براحتك. طبعا احنا عارفين ان ما فيش تعقيب ابدا على احكام القضاء سواء بالسلب او بالايجاب، فبالتالي انت راجل مفروض راجل قانون وراجل دولة زي ما انت ما بتقول، فالمفروض يعني تسكت بقى شوية، لان احنا عارفين اللي انت قصتك كده خلصت وانت كنت اداة، والاداة خلاص خلصت والناس كلها فاهمة القصة ماشية ازاي. انت بقى قلت تصريح ان محمود الخطيب ما حبسش مرتضى منصور، وطبعا في جهات تانية ضغطت عليه، وطبعا هو قال لا انا هتحبس لكن عمري ما اعتذر لمحمود الخطيب. ارجع بالذاكرة كده يوم الحكم وانت رايح عشان تتحبس، تمام، قلت ان الخطيب حبس مرتضى منصور، رئيس نادي الاهلي حبس رئيس نادي الزمالك. طبعا احنا عارفين كده، يعني انت بتقر ان الكابتن محمود الخطيب خد حكم واقتص منك قضائيا والحمد لله. جاي دلوقتي بقى تقول لي انا داخل دكر وطلعت دكر ودكر بشرطه. عايز اقول لك حاجه، اللي بيتكلم كتير تعرف ان هو هوا من جوه، كل شويه تقول لك انا ذكر انا ذكر. اذا انت عكس كده وبتحاول تفهم الناس اللي انت كده، فطبعا دي مشكلتك ماليش دعوه بيها، دي حاجه ترجع لك انت. لكن انت وطدت العلاقه بين الجمهورين الاهلي والزمالك، فما ينفعش. خلاص احنا عارفين ان مجرد ايام معدوده وهيطلع حكم بايقافك عن ممارسه النشاط الرياضي في نادي الزمالك. ليه؟ عشان انت واخد حكم، انت محبوس، واحنا عارفين ان المحبوس دايما بيبقى مجرم، فده الامر السائد دلوقتي. وزي ما احنا قلنا في استنفار امني مش هسمحوا لك ان انت تتكلم كتير ولا هتظهر تاني زي الاول، مع ان انت متعه بالنسبه للاهلاويه وجمهور النادي الاهلي. احنا بنسهر عشان نضحك في ظل المشاكل اللي كل بيت بيمر بيها دلوقتي، فانت بالنسبه لنا فكاهه وبنحب اللي احنا نسمعك ونضحك زي ما احنا ما بنقول، لكن مش كل حاجه فيها ضحك بتبقى كويسه. فلازم نحط الدوله قدام عينينا، نحط جمهور الاهلي وجمهور الزمالك العظيمين قدام عينينا، وكفايه كده. عايزين كلنا نتحد عشان الكره المصريه بقت في الحضيض، احنا ملناش وجود حاليا في اي حاجه. وادينا شفنا طبعا حتى برضو اداء منتخبنا رغم الفوز الكبير برباعيه، وقبل كده الماتش اللي قبليه اللي كسبنا 2-0، برضو الاداء مش هو ده منتخب مصر يا جماعه، مش هو ده منتخب الساجدين. فبالتالي لازم كلنا نتحد عشان منتخبنا يرجع زي الاول. بنتمنى هذا وان شاء الله ده اللي هيحصل. طبعا كلنا بنقول الف سلامه لكابتننا الاسطوره محمود الخطيب. طبعا احنا عارفين ان هو بيمر بازمه صحيه صعبه جدا. الازمه كانت بدايه من كاس العالم للانديه، ان الراجل بعد حضوره اول ماتش جات له اصابه زي ما احنا عارفين، والدكاتره قالوا له لا انت لازم تستريح، الا ان هو فضل مصلحه النادي الاهلي وان هو يبقى متواجد في كل حاجه، فبالتالي التعب زاد عليه. فالاطباء دلوقتي بيحاولوا ان هو
يعني يرجعوه زي الاول. فان شاء الله ان شاء الله كل الدعم كل الدعاء مننا للكابتن الاسطوره محمود الخطيب ممثلنا ورئيسنا رئيس جمهوريه النادي الاهلي. فان شاء الله القادم احسن. طبعا عندنا بقى مواجهه كبيره جدا جدا يوم السبت ان شاء الله. مش هنقول 50، هنقول 60,000 متفرج مشاهد. انا واحد منهم ان شاء الله. في الاستاد هنفطر هناك، وهتبقى ملحمه كبيره جدا لرجوع الجماهير والروح الرياضيه اللي جمهور النادي الاهلي متعود عليها. طبعا احنا شفنا الاستفزازات الكبيره من الجانب السوداني ورئيس الهلال السوداني والنائب بتاعه. الناس دي ما تفهمش كوره، الناس دي مخها بتركب في حته تانية غير البشر زي ما احنا شفنا، وبيطلعوا تصريحات احنا بنضحك عليها. انتوا بتجيبوا الكلام ده منين؟ والاخر تقول لك الابن المدلل للكاف. احنا ولا ابن مدلل ولا حاجه، بدليل كاس افريقيا السنه اللي فاتت لما انهزمنا في المغرب بنتيجه 2-0 من الوداد وسط جمهوره. فبالتالي لو احنا ابن المدلل فعلا للكاف كنا لعبنا ماتشنا هنا في القاهره او في اي حته تاني. لكن انتوا عايزين تصوروا للجمهور السوداني اللي انتوا مظلومين. انتوا عارفين اللي هتيجوا هنا ان شاء الله هتتغلبوا وهنقتص منكم كرويا. في واحد سوداني كلمني النهارده وبقول له انتوا مش مرحبين او احنا مش مرحبين بيكم هنا في بلدنا. ودي حقيقه بسبب طبعا الاحداث اللي حصلت 3 سنين ورا بعض. عايزين النادي الاهلي توقعوه والاخر تجيبوا سيره بورسعيد وشهدائنا شهداء بورسعيد. انتوا بتتكلموا وخلاص كانه سكريبت مكتوب لك وانت بتنفذ. انت بغبغان مش اكتر من كده. عمر الاخاء والعروبه ما كانت كده. ده انتوا اقرب دوله لينا السودان. فبالتالي انتوا عمالين تطلعوا كلام غريب في وقت غريب وكأني عايزين ان اللقاء ده يبوظ. طبعا ده مش هيحصل مع وعي الجمهور وجمهور النادي الاهلي بالذات. 50,000 مشاهد او 60,000 مشاهد. انتوا طلبتوا 2500 تذكره، خلاص خدوهم. هاتوا الجماهير بتاعتكم واحنا جمهورنا وفرقتنا واقفه على رجليها، وان شاء الله هنعدي الماتش ده على خير وتبقى هي دي بدايه العهد بتاع النادي الاهلي. لان طبعا احنا عارفين لما بيبقى فيه كبوه عند النادي الاهلي خد 5 سنين قدام لصالح النادي الاهلي والكره المصريه. فكل الدعم للنادي الاهلي. ان شاء الله لقاء مربوح وان شاء الله نصعد للادوار اللي بعد كده. واتمنى ان احنا نقابل صن داونز تاني في الادوار اللي بعد كده، ويبقى في اطار كده حلو نقدر ناخده ونعرف الناس دي ايه هو النادي الاهلي. نادي القرن الحقيقي، نادي القرن في القاره الافريقيه كلها، وهيبقى برضو نادي القرن ان شاء الله في الالفيه اللي جايه. كل المؤشرات بتقول كده. فان شاء الله ان شاء الله نادي الاهلي يقدر يصنع يقدر يصنع البهجه لجماهيره وجماهير الكره المصريه. مش هطول عليكم اكتر من كده، الدنيا صيام. فيا ريت اللي متابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي يتابعني ويفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. واتمنى الدعم من حضراتكم. اشوفكم على خير في الفيديوهات الجايه، وكل سنه وحضراتكم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.